اهلا بيكم في فيديو جديد من كابوريا ستيشن. مبدئيا يا جماعه لما نيجي نتكلم على هاري بوتر، سلسله خلصت في 2011، يعني تقريبا من 11 سنه، واحنا نقدر نقول مثلا احنا بقالنا مثلا 5 سنين في هيستيريا السوشيال ميديا، اللي هو احنا دايما كنا نلاقي بوستر اكيد كلنا عارفينه، والبوستر ده اتغير على مدار السنين، اللي هو هتلاقيه مكتوب هاري بوتر 9 صباح الفل، ومكتوب مثلا سنة 2018 coming soon، او مثلا هاري بوتر والقصه اللي هي اتعملت بالمسرحيه اللي هي بتاعت ابنه دي مكتوب مثلا كامينج سون 2019 ولا 2020 ومش عارف ايه. وفي برضه قبل كده شفت مسلسل هاري بوتر كامينج سون ونتفليكس. فاحنا في الدايره دي بقالنا سنين دايما الفانز بيعملوا بوسترات، اللي هو اي حد طبعا عايز يشوف افلام هاري بوتر جديده، عايز يشوف افلام تانية وبتاع، رغم ان احنا عارفين ان القصه خلصت خلاص، الافلام مبنيه على الروايات، وطبيعي جدا الروايات خلصت فخلاص يعني مفيش حاجه نعملها، يعني موضوع غير الكوميكس هنا. فالحقيقه المره دي ناس كتير جدا مش متقبلاها، مفيش حاجه اسمها هاري بوتر 9 او 9 او الجزء التاسع من هاري بوتر، مفيش حاجه اسمها كده لحد دلوقتي. لكن اللي يخليني اتكلم عن حاجه ما اتعملتش او مفيش حاجه رسميه، باختصار كده سلسله هاري بوتر اللي عملها استوديو وارن بروس اللي طبعا اللي بيملك حقوق دي سي وبيملك حاجات كتيره جدا. وارن بروس من سنة 2000 ل 2010 او 2012 عملوا شوية حاجات عظيمة. دلوقتي وارن بروس بقى لها 10 سنين مثلا، ممكن نقول عليه برضو من ساعة نهاية سلسلة هاري بوتر، مش عارفين خالص. حتى في دي سي مش ظابطين نفسهم، العملية بايظة، المسؤولين عن الاستوديو مش عارفين يظبطوا الدنيا. زائد كمان ان الإدارة بتاعت الاستوديو ده اتغيرت كتير الفترة اللي فاتت، وبس ما شاء الله يعني كل إدارة تتغير يجي أسوأ منها. واي حد بيحب دي سي او فان دي سي عارف كويس جدا انا بتكلم عليه وقد ايه احنا مرينا بحاجات سيئه. بس اللي حصل ان من سنه تقريبا الاستوديو ده اشتراه حاجه كبيره اسمها ديسكفري، ولما اشترت وارن بروس بقى اسمها وارن بروس ديسكفري، وبقى ليا رئيس خلاص، بقى الرئيس بتاع ديسكفري ده هو بقى رئيس وارن بروس. والرئيس ده يعني مش محبوب ومجنون شويه، اسمه زاسلف تقريبا. ده من ساعه ما مسك وهو بيتكلم دايما على 3 حاجات تقريبا: فيلم سوبرمان، افلام هاري بوتر، مسلسلات 6 اند سيتي. ما اعرفش ايه علاقته، ما اعرفش ايه حبه للمسلسل، فمش عارف يعني، بس هو دايما يقعد يصيح يقول، دايما يجيب سيره الحاجات دي. الراجل ده غريب، وهو اللي لغى فيلم باد جيرل، اللي هو دي حاجه طبعا سيئه ليه وخلت ناس كتير جدا تكرهه، اللي هو الله اعلم الفيلم ده ايه بالظبط، بس طبعا دي حاجه سيئه جدا انك تلغي فيلم وهو اصلا كان خلاص فيلم كان قرب لو ينزل، خلصان تصوير وخلصان حاجات كتيره جدا، حتى السكور وكل حاجه خلصانه تقريبا، فاضل بس شويه حاجات بسيطه. بس الراجل ده بيتكلم على طول على حاجه زي دي، اللي هو بيتكلم على طول حبه او ان هو فان للفرانشايز، هو عايز يبقى منافس لديزني اللي مالكه المارفل، ديزني اللي مالكه ستار وورز، هو عايز ينافس. فطبيعي جدا لما بيتكلم بقى على الحاجات اللي عنده قديمه، فبيتكلم على دي سي، بيتكلم على لورد اوف ذا رينجز لما عملها زمان، وطبيعي جدا هيتكلم على هاري بوتر لان دي انجح من انجح الحاجات اللي عملتها وارن بروس الاستوديو. فزاسلف ده جه من اسبوع تقريبا ولا اسبوعين وصرح بشكل رسمي، قال احنا بقالنا سنين كتيره جدا ما شفناش افلام لهاري بوتر، ده الكل في الكل سكه ودغري. فالخلاصه ايه اللي فرق ما بين زمان ودلوقتي؟ زمان او الادارات القديمه عمرهم ما فكروا ان هم احنا هنعمل اي حاجه، يعني بغض النظر ان انا اصلا ضد ان هم يعملوا هاري بوتر جزء 9، بس زي ما قلت الادارات اللي فاتت سيئه، ما فكروش ان هم ازاي يتوسعوا في الحاجات الناجحه. يعني ديزني لما اشترت حقوق ستار وورز حلبتها. الحلب طبعا دايما الناس كلها ضد الحلب ومش عارف ايه، بس شوفوا ستار وورز دلوقتي بقت عامله ازاي. ستار وورز دلوقتي بتكسب ديزني ذهب حرفيا، مسلسلات وافلام ومش عارف ايه وبتاع، وفي نفس الوقت ما قللوش من القصه خالص. الحاجه الوحيده اللي بوظتها اللي هم لما عملوا تكمله القصه الاساسيه، وده اللي هيحصل في غالب هاري بوتر علشان حوار الفلوس، فهو هيحلبوا القصه، يعملوا اي قصه جديده، فبالتالي هيبوظوا القصه الاساسيه. بس الراجل ده عايز يكسب فلوس، فخلينا متفقين 100% هم هيتوسعوا في عالم هاري بوتر 100%. يعني انا هبقى اتكلم على الحوار ده بعدين، ان هم في مسلسلات، في حاجات، في شويه حاجات كده برضو، شخصيات بدا يتلمح ان ممكن يعمل لهم حاجات، بس انت مش هتعرف تنجح او تعمل فايبز او ترجع الفانز تاني او ترجع الناس تحط فلوسها كده في السينما غير لما ترجع القص الاساسي، تشوف هاري وتشوف رون، تشوف هرميوني، تشوف الابطال الاساسيين بتاع السلسله مع بعض. فمبدئيا الراجل قال انا هحاول اعمل ديل جديد مع جي كي رولينج، فخلاص هو دلوقتي الاستوديو اللي هو مسؤول عن كل حاجه بشكل رسمي بيقول هو هيحاول ان هو يعمل جزء 9 من هاري بوتر. هل هينجح ولا لا الله اعلم، بس الموضوع بقى خلاص يعني
احنا نقترب عن زمان، عمرنا ما كنا قريبين لجزء 9 لهاري بوتر زي دلوقتي. طبعا في صعوبات كتيره جدا طبعا، اللي هو هي مش هتوافق بنسبه كبيره، زائد حتى لو وافقت الناس كتيره جدا ما بقتش حباها كمؤلفه او كشخصيه بسبب هجومها على المتحولين جنسيا والحاجات زي دي. معرفش هو ايه الحوار بالظبط، بس هبقى اعمل ايه فيديو يعني ان شاء الله. فطبيعي جدا ساعتها هيرضى عليها اللي هو يشتري حقوق السلسله. هل ساعتها هترضى تبيعها ولا لا مش عارفين، بس انا شايف بنسبه 99% بقولها من مكاني دلوقتي هيتعمل جزء 9 من هاري بوتر، سواء قصة جديدة بسكريبت جديد او هيستثمروا القصة بتاعت اللي هو ابنه اللي اتعملت مسرحية اللي هي مش ناجحة قوي يعني، بس في الغالب ممكن يستثمروها. لان لا مفر يا جماعة، يعني دلوقتي احنا وصلنا مرحلة مفيش حاجة ليها نهاية. دلوقتي احنا ستار وورز القصة اللي بدأت في 1977 لسه شغالة لحد دلوقتي. احنا بنشوف مايكل كيتون الباتمان اللي هو سنة 1989 هيبقى في فيلم فلاش السنة الجاية، وفي الغالب هيبقى باتمان أساسي لدي سي خلال 10 سنين جايين. بنشوف هيو جاكمان راجع تاني لولفرين، بنشوف توبي ماجواير راجع لسبايدر مان، بنشوف اندرو جارفيلد راجع لسبايدر مان، فكله بيرجع. ومع مرور الوقت برضه هنشوف كريستيان بيل بيرجع تاني لباتمان. فمفيش مفر، مفيش حاجة اسمها ام دون او انا خلاص، مفيش حاجة اسمها، مفيش حاجة بتخلص. في صناعة السينما بره دلوقتي حصل فقر في المحتوى، فبالتالي انت بترجع للماضي، النوستالجيا بترجع. الناس كانت حابه ايه؟ بتحلب باللي جابوه حرفيا. حتى توب جان اللي اتعمل ما اعرفش سنه كام اتعمل له جزء تاني دلوقتي. مفيش مفر من حته هاري بوتر دي، سواء بجزء تاسع او ان احنا نشوف قصه تاني في اي حاجه تانية. العالم ده هيتوسع 100% بالرئيس بتاع زاسلف ده كمان بالذات، رغم ان هو ممكن يكون بيدمر الفرانشايز بتاعت ورنر بروس. بس بجد انا زياد انا نفسي ما يتعملش جزء 9، لان انا بحب سلسله هاري بوتر باجزائها كده، بقصصها السبعه، بافلامها الثمان الافلام بتاعها. انا بصراحه بتكيف بالقصه دي، ومش شايف ان في حاجه ممكن نقدمها غير لو زي ستار وورز بقى، اللي هو انت يعني تعمل حاجات تانية وتظهر شخصيات. يعني ممكن تظهر هاري بوتر في قصه تانية خالص، بيبقى شخصيه مساعده بس، لو بس تبعد عن قصه هاري بوتر ذات نفسه. لانك لما انت فكرت تعمل حاجه زي دي في السيكوال بتاع ستار وورز بوظت الدنيا. فاتمنى ما يجوش على القصه الاصليه، واتمنى يعرفوا يعملوها صح. بس زي ما قلت احنا اقتربنا يا جماعه، يعني في الغالب خلال 5 سنين اكيد 100% هنلاقي خبر رسمي هاري بوتر الجزء التاسع، او على الاقل رجوع القصه الاصلي. بس كده يا جماعه ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. كان معاكم زياد المغربي من كوبري ستيشن. أز كابوريا لو أزوني